شركة بيبسي سنة 92 عملت حملة إعلانية من أغبى الحملات الإعلانية في التاريخ. بيبسي عملت إعلان في الفلبين بيقولوا فيه للناس إننا حطينا أرقام تحت غطيان الأزايز من 1 ل 999، وأي حد هيطلع له رقم 349 هيبقى ليه جايزة $40,000. طبعا الناس نزلت تشتري بيبسي بالهبل، يفتحوا الأزايز ويشوفوا الرقم اللي تحت الغطا. النوع ده من المسابقات بيبقى فيه تحايل من الشركة، أنت غالبا كشركة هتطبع غطا أو غطاين بالرقم ده على حسب تكلفة الحملة الإعلانية اللي أنت حاططها. منطقي يكون المكسب اكتر بكتير من اللي هتصرفه، لكن كانت الصدمه ان شركه بيبسي طبعت اكتر من 800,000 غطا بالرقم ده ونزلتهم السوق. يعني تقريبا كل اهل الفلبين كمان كام اسبوع هيبقوا اغنياء. لا مش هينفع، مش هتناموا النهارده غير وانتوا كسبانين. طبعا في خلال كام يوم شعب الفلبين كله كان واقف قدام شركه بيبسي، كل واحد ماسك الكام غطا اللي كسبهم، يلا هاتوا الفلوس اللي عليكم. شركه بيبسي عملت نفسها من بنها وقالت لهم سوري بالغلط. اهل الفلبين مش هيسكتوا، طلعوا مظاهرات وقلبوا الدنيا لدرجه انهم رموا قنبله في مستودع من مستودعات بيبسي وفجروا 30 عربيه من العربيات اللي بتنقل البيبسي، وكان لازم ساعتها الحكومه تتدخل. الحكومه اجبرت شركه بيبسي ان هي لازم تعوض الناس دي عشان يخلصوا الليله، وطبعا اللي قدرت بيبسي تعمله انها تعوض الناس دي بمبالغ رمزيه. تخيل كان معاك امبارح غطا ب $40,000، تاني يوم خدوا منك الغطا وادوا لك $20 وقالوا لك سكتم بكتم. ودفعت الشركه حوالي $8 مليون تعويضات للناس دي، مع ان كانت ميزانية الحملة كلها من الاول $2 مليون بس. ومن ساعتها علاقة الفلبينيين مع البيبسي مش احسن حاجة. قول لي بقى في الكومنتات لو حصل معاك موقف زي ده هتعمل ايه؟ انا عن نفسي كنت اخد $20 عادي، دول يعني داخلين لهم في مبلغ دلوقتي.